السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، زي ما شايفين يا حبايبي هنعملوا شوية عيش حلوين كده مع بعض. تعالوا نقول لكم على طريقة سهلة خالص وبسيطة. معايا هنا 5 كيلو دقيق. ممكن تبدأي من كيلو دقيق عادي براحتك، الكمية الدقيق اللي انت عايزاها. ومعايا 2 كيلو لبن بقري، ومعايا معلقة خميرة، وطبعا معايا معلقة سكر ومعلقة ملح. نزلنا طبعا بالخميرة والسكر والملح في اللبن، وندوب اللبن كويس. عفوا، ندوب الخميرة والسكر في اللبن. ومعايا هنا 1/4 كيلو سمنة، ضيفة عليه نص كوباية زيت. هنا طبعا هنضيف نص السمنة على اللبن، ونص السمنة في الآخر. وهنا طبعا ضفت تذكرة بيكنج باودر. أنا بنحب نضيف للرقاق لأي معجنات تذكرة بيكنج باودر. هنا يا حبايبي نزلت طبعا باللبن والخميرة كده والملح زي ما انتوا شايفين والسمنة. جربي بس ان انت تضيفي نص السمنة في اللبن ونص، حتى لو هتعجني بمية، نص السمنة في المية ونصها ضيفها في الاخر. بس كده هنشربهم كويس، وهنضيف كمان رتل ونص مية على طبعا مع اللبن كده، مع ال2 كيلو لبن، عشان دول 5 كيلو دقيق. يعني انزلي بالمية بالتدريج حبة حبة كده. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. هنا طبعا بعد ما لميت العجينة هنديلها لتة حلوة كده ونخدمها بباقية السمنة زي ما انتوا شايفين. العجينة جميلة معايا خالص. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. ولو هتعملي العجينة بالمكنة زي ما انا هنعملها كده، مكنة الخبيز، يعني خلي العجينة لابسة شوية مش طرية. اهو زي ما انتوا شايفين انا عجنت العجينة كويس وخدمتها كويس، جميلة ما شاء الله. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. عجنتها زي ما شفتوا كده على 3 مراحل. اول مرحلة لما ضفت اللبن، ولما جيت نلم العجينة لتتها كويس، وريحت تاني زودت مية، وريحت تاني زودت السمنة. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. هنسيبها حوالي ساعة براحتها او ساعة ونص براحتها لما تختمر معايا. هنا طبعا انا بنطبخ بامية. طبعا نزلت معلقتين دهنة، دي مش سمنة، دهنة يا جماعة. ونزلت طبعا بمعلقتين كده زيت، ونزلت بالبصلة مفرومة. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. هنا طبعا ضفت معلقة شطة، معلقة بابريكا، معلقة سكر صغيرة، معلقة ملح وكمون وفلفل. هنا طبعا نزلت بالطماطم زي ما انتوا شايفين. انا ما حمرتش البصلة خالص، لا خليتها في الوسط كده. اما استبكت معاها ننزل بالبامية. البامية دي انا كنت مفرزاها يا جماعة، بس خضرة وجميلة ازاي ما شاء الله. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. وانا بنحب نضيف مية البامية كلها مرة واحدة زي ما انتوا شايفين كده، وبنهوت عليها ونسيبها براحتها، لان لو ما خدتش بالك من البامية والنار عالية عليها بتشيط من تحت. هنا طبعا العجينة شايفينها معايا، انا عاملاها لابسة خالص، بس هي طبعا ارتاحت واختمرت، تحسها بتلزق شوية بس جميلة ما شاء الله. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. يعني لما تعجني العجينة اعملها لابسة شوية، تعملي حساب ان لما بتختمر بتطرى شوية. هنا طبعا زي ما شايفين انا بنخبز من المكنة يا حبايبي. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. جرب الطريقة دي واعتمديها ما شاء الله. عيش طري وجميل. اعملي الكمية اللي تعجبك وحطها في الفريزر. منين ما تحبي تطلعي بقى عيش كده يكون بيتك مستور وعندك عيش.
حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. هنا طبعا أنا بنضيف يعني ايه 3 ترغيفة مع بعض كده. شايفين العيش لونه جميل ازاي ما شاء الله زي الفل. وكمان وانت بتخبزي يعني انت بتبططي في المكنة، بططيها كويس قبل ما تحطها في المكنة، عشان خاطر لو انت ما بططتهاش كويس قبل ما تحطها في المكنة بتبرجط كده. لازم انت تبططها كويس عشان تطلع معاكي لون واحد، يعني ما تحطيش العجينة سميكة في المكنة. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. بس حبايبي زي الفل ما شاء الله. أنا كنت عاملة 5 كيلو دقيق، قطعوا معايا لوح عجين كبير وصينية فطار كبير. حبيبي يا رسول الله، ما تنسوش طبعا تصلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس